اولا كده نأسف لبشاعة هذا المنظر، تعبانه جدا بقالي اسبوع والحساسيه ضاربه في وشي كله. صحيت من النوم لقيت وشي عامل كده لوحده والحمد لله على كل حال. خش في الاخبار بقى، وهي ان طليقه مسلم بتستغيث ان بقالها سنتين مش عارفه تدخل ابنها مدرسه، كمان باباها هو اللي بيصرف على الولد. قالت ان هو بيعتبر ابنه ميت وهو طفل عنده 4 سنين ما عملوش اي حاجه. محمد رمضان خلاص هيكون موجود بمسلسله في رمضان على الام بي سي، وبيقولوا ان اجره هيوصل ل5 مليون دولار. وده العوضي كان منزل صورته ببدله، فيارا السكري حطت له قلوب وهو بيقول لها حبيبي يا حلو وبيعكس بعض وكده. اكتر معاناه طلعت بتعانيها يارا السكري ان كان وهي صغيره نفسها يبقى عندها 4 تطقمه في العيد، بس هي مامتها كانت بتجيب لها طقم واحد بس تقضي بيه العيد كله. دي صوره منى الشلبي وجوزها احمد الجنايني من عزا والدها. دي شريهان بتحتفل بعيد ميلاد بنتها لؤلؤه، كتبت لها كلام كتير ان هي فخوره بيها وبتدعي ربنا ان هو يحفظها. دي ساندي بتحتفل بعيد ميلادها ال40 في الجيم. بار كتير انتشرت ان هاني شاكر توفى، وكمان فضل شاكر اتوفى في السجن، كمان كارينا كابور اتوفت. كل الاخبار دي كذب ومش صح. دي صوره ابن الاعلاميه هاله سرحان الوحيد من طليقها عماد اديب. فكرة انا اول مره اعرف ان احمد حلمي بيعرف يرسم، ما كنتش اعرف المعلومه دي، ودي اول صوره رسمها لمنى زكي. الصوره دي كانت سنه 99.